لو بتربي حمام وعاوز مشروعك يبقى ناجح وطيورك دايما سليمة، يبقى لازم تهتم بحاجة أساسية جدا: التغذية السليمة. التغذية مش مجرد أكل بتحطه قدام الحمام، هي اللي بتحدد كل حاجة في مشروعك: صحة الحمام، الإنتاج، الخصوبة، المناعة، وحتى شكل الريش. وعشان كده تعال أقولك على شوية تفاصيل صغيرة بس صدقني هتفرق جدا معاك في الإنتاج وفي صحة طيورك. أول حاجة، الحمام لازم ياكل في ميعاد ثابت. مرة واحدة يوميا كفاية، ولو عندك زغاليل أو حمام في فترة إنتاج ممكن مرتين، لكن أهم حاجة تكون الكمية مظبوطة. يعني لا قليلة الحمام يجوع ويتعب، ولا كتير يحصل إهدار في الأكل بدون فايدة. وبعد نص ساعة من التقديم لازم تشيل الباقي. ليه؟ علشان الكلفة لو فضلت قدام الحمام طول اليوم بتتوسخ وتفقد قيمتها، والحمام نفسه بيزهق منها وبيفقد شهيته. كمان البواقي دي ممكن تبقى سبب مباشر لنقل الأمراض داخل الغية. وفوق كل ده، لما تشيل الزيادة بعد نص ساعة بتوفر في استهلاك الكلفة وبتقلل التهدير اللي بيزود التكلفة على الفاضي. يعني كده بتحافظ على صحة طيورك وكمان على جيبك في نفس الوقت. تاني حاجة، لازم الكلفة تكون حبوب ونظيفة. نظيفة يعني خالية من الأتربة ومن بودرة الحفظ، ومش مسوسة أو قديمة، لأن أي شوائب أو حبوب بايظة ممكن تسبب مشاكل هضمية خطيرة للحمام. ومتستخدمش علف دواجن نهائي لأنه مش مناسب للحمام، ومع الوقت بيعمل مشاكل في الكبد والأمعاء وبيأثر على الإنتاج. كمان مهم جدا التنوع في الكلفة، لأن ما ينفعش الحمام يعتمد على نوع واحد بس في أكله. كل نوع حبوب ليه فوائد مختلفة، لأن التنويع هو السر الحقيقي في تغذية الحمام الصح. ولما تنوع الحبوب في كل وجبة بتضمن إن الحمام ياخد كل العناصر اللي جسمه محتاجها من بروتين ونشويات ومعادن، وده اللي بيخليه دايما نشيط وريشه لامع وإنتاجه ثابت وقوي طول الموسم. والمكونات الأساسية للكلفة اللي تديك نتائج ممتازة هي ذرة صفرا، عويجة، فول، بسلة، وقمح. وعشان توفر في تكاليف الإنتاج، حاول تشتري الكلفة في وقت الحصاد لما الأسعار بتكون أقل، وخزنها بطريقة صحيحة في مكان جاف بعيد عن الرطوبة والحشرات. ولو قدرت تخلط الحبوب بنفسك بدل الجاهزة هتوفر أكتر بكتير، وكمان هتضمن إن الكلفة نظيفة وجودتها عالية. التغذية السليمة مش رفاهية، هي استثمار في صحة الحمام وفي نجاح مشروعك كله. لو التزمت بالنصايح دي صدقني هتشوف فرق كبير في الإنتاج وفي حيوية الحمام، وهتعرف إن كل تعبك ما راحش هادر. ابدأ صح وربنا يبارك لك في رزقك. أخيرا، لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وشير وخلي غيرك يستفيد، وما تنساش تتابعنا. عندنا كل جديد في عالم الطيور والحمام، ومعانا هتبقى مربي محترف بفضل الله. سلام وإلى اللقاء في فيديو جديد.